السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة جدا يا جماعة، وأحلى 100 مرة من اللي بنشتريه من بره. شايفين لونه وردي كده وكمان حلو جدا، وكان الملح بتاعه مظبوط جدا جدا. وهقولك بقى ازاي يطلع معاكي كده لونه الوردي ده، وكمان يطلع معاكي مقرمش لآخر قطعة هتاكليه فيها. شايفين يا جماعة شكله عامل ازاي؟ بجد جربيه بنفس الطريقة هيعجبك جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معنا ايه. اول حاجة معايا هنا 2 كيلو من اللفت. بجيب بقى اللفت كده يا جماعة، ابدا بقى انضفه. يعني احنا بننضف اللفت قبل ما بنغسله. بشيل بقى الحته اللي فوق دي، وبشيل بقى حواليه كده داير ما يدور الحتت البيضه اللي بتبقى فيه كلها بالشكل ده كده. وابدا انضفه بقى يا جماعه، وبشيل برضو العيدان كده بتاعته، وبشيل كده الحروف كده بتاعه العيدان بالشكل ده كده. والعيدان ما ترميهاش، بتبقى جميله جدا لما بتخليليها مع اللفت. نضفت بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة طبعا علشان ما اطولش عليكي. هاخده بقى اغسله كده واحدة واحدة تحت الحنفية، اهو يا جماعة شايفين بالشكل ده لما ينضف معاكي بقى خالص. وزي ما بقولك احنا بنغسل اللفت بعد ما بننضفه، يعني تنضفيه الاول وبعد كده بقى تغسليه. بعد كده بقى هبدأ اقطعه معايا بالشكل ده كده. وطبعا بقى حابة تقطعيه يعني كبير صغير يعني براحتك خالص. هبدأ اقطعه بقى معايا بالشكل ده كده. انا بقطعه بتاع المشنشره دي اللي بنقطع بيها البطاطس. حابه برضو تقطعيه بالسكينه مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه ما ترققيش اللفت بتاعك وانت بتقطعيه، علشان طبعا ما يتهرش منك بسهوله. تخليها كده يعني محمله شويه. وزي ما بقولك حابه بقى تقطعيه طرنشات كبيره طرنشات صغيره، يعني براحتك خالص. قطعيه بقى التقطيع اللي انت بتحبيها، بس اهم حاجه ما تخلوش رفيع. شايفين قطعت بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة اهي يا جماعة بالشكل ده كده. خلاص كده بقى جاهز عندي. هجيب بقى البرطمان بتاعي وابدأ احط بقى فيه اللفت بالشكل ده كده. وطبعا يعني بقى حابة تعمليه في علب، حابة تعمليه في برطمانات، زي ما انت حابة. هحط بقى كمية اللفت كلها كده في البرطمان بالشكل ده كده اهو يا جماعة. حطيت اللفت بقى كله كده. بعد كده بقى هكون اسخن ميه. اهم حاجه تسخني ميه وتسيبيها تبقى دافيه، يعني تحطي صبعك فيها تتحمليها. خلاص سخنت الميه بتاعتي وسبتها تبرد شويه لحد ما بقت ميه فتره خالص. بعد كده نزلت باربع معالق كبار ملح، ونزلت كمان بربع كوبايه خل، وقطعت كده بنجرايه شرايح بالشكل ده كده يا جماعه. وهبدأ بقى اقلب كده الملح كويس مع الخل لحد ما الملح يدوب تماما عندنا. وهنشوفه مع بعض. شايفين وانتي بتقلبي الملح كده بيكون زي ما يكون في شبورة في المية كده. اول ما تخلصي تقليب الملح وتسيبيه بس دقيقتين 3، بتلاقي المية بتاعتك صفت بالشكل ده كده، والملح كله داب وبقت جاهزة معايا كده. هاخد بقى المية اللي فيها الملح والخل والبنجر، وابدأ اصبها كده يا جماعة في البرطمان لحد طبعا ما اغطي اللفت كله بالمية. وحطيت كمان في الميه، بس انا نسيت اقولك حطيت معلقه سكر. معلقه السكر بقى يا جماعه بتخلي اللفت بتاعك مقرمش لاخر قطعه في البرطمان. ما تستغنيش عن معلقه السكر اللي هتحطيها لللفت. كده خلاص حطيت الميه، وبحط كمان كده كيس تلاجة عشان بقى يبقى محكم عندي. وبغطي بقى البرطمان بتاعنا بالشكل ده كده. وطبعا بقى طول ما انت داخله وطالعه في المطبخ ترج البرطمان بتاعك، تجيبيه من تحت لفوق ومن فوق لتحت، وتميليه بالجنب كده بالشكل ده كده. اهم حاجه كل ما تدخلي المطبخ كل ما تديله تقليبه بالشكل ده، عشان كله كده يبقى واخد لون موحد ويبقى كده كله يستوى معاكي في نفس الوقت. اهو شايفين يا جماعه من وقت للتاني كل ما تدخلي المطبخ تقلبيه. وهسيبه بقى يا جماعة حوالي 5 أيام، وبعد 5 أيام إن شاء الله نشوفه مع بعض. شايفين بعد ما عدى على المخلل بتاعنا 5 أيام بالظبط، فتحت عليه بقى ولقيته
يعني بقى طعمه حلو بقى وتخلل معانا، وكمان الملح بتاعه كان مظبوط جدا جدا. شايفين لونه يا جماعة وردي وحلو جدا عامل ازاي؟ هيفضل مقرمش معاكي لاخر قطعه هتاكليه فيها. طبعا ما بنستغناش عن مخلل اللفت بقى جنب الفول والطعميه بقى وطول الشتاء بيبقى حلو جدا. وطبعا لو عجبك الوصفه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه